من الناحية الصيدلانية تفتكروا ليه جوزة الطيب أو الناتميك سيد ليها سمعة وحشة بين الناس؟ قسم الفارماكوجنسي فصص لنا كل مادة فعالة موجودة في جوزة الطيب علشان يعرفنا الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها على جسمنا. لو شفنا اسمها باللاتيني هنلاقيها ان اسمها ميرستيكا فراجرانس، وده معناه الجوز العطري، وده السبب ان هي فيها فولاتايلز اويل كتير. ده بيخلي الامهات بيحبوا يحطوها على الشوربة والاكل عشان طعمها وريحتها. لكن لو الام ايديها فرطت شوية وحطت كمية كبيرة منها في الشوربة، ايه اللي هيحصل؟ الجسم بيبدأ يمتص مادة فعالة مهمة قوي فيها اسمها الميرستسين. المادة دي أول ما تمتص بتروح على طول تعمل اضطراب في النيورو ترانسميشن في السي ان اس. يعني هنلاقي ان الجهاز العصبي بتاعنا بدأ ان هو يعمل هلوسة ورؤية مشوشة وضربات في القلب سريعة جدا وحاجة اسمها altered perception، دي معناها بطء في الإدراك والحركة. وكل ما أزود الجرعة ألاقي إن الكلام ده بيحصل وبيتضاعف. وهنا احنا بنبدأ من جرعة 10 جرام لحد 18 جرام، والجرعة دي ممكن تتسبب في موت طفل. بس انت كشخص بالغ الجرعة دي هتكتفي ان هي تعمل لك تسمم عصبي، ومادة الإليميسين هتخش تأثر على نشاطك الحركي، يعني مش هتبقى موزون كده والناس هتحس انك سكران. وده سبب ان كتير من الشيوخ حرموا اكلها. يعني من الاخر الاتنين ولا التلاتة جرام اللي الامهات بيحطوهم على الاربعة لتر بتاع الشوربة مش هتعمل اي من اللي انا ذكرته ده خالص، هي ممكن تعمل حاجة بسيطة جدا الجسم اصلا ما يحسش بيها. ورغم كده تحريمها او تحليلها دي حاجة انا اتبرأ منها، مش هفتي فيها.